ايه اللي حصل في نايكي لما عملوا مباراة افتراضية لسيرينا ويليامز؟ انتوا عارفين ان نايكي احتفلت بعيد تأسيسها ال50 بأكتر طريقة إبداعية ممكنة؟ عملوا مباراة افتراضية بين سيرينا ويليامز في أول بطولة كبرى ليها سنة 99 وآخر بطولة كبيرة ليها فازت بيها سنة 2017. الفيديو هيوريك ازاي استخدموا الذكاء الاصطناعي وعرضوه لايف وعمل ضجة كبيرة في اليوتيوب. تفتكروا عملوا كده ازاي؟ جمعوا وحللوا كميات ضخمة من اللقطات والأرقام. نايكي بالتعاون مع شركة أقوى جمعوا آلاف الساعات من لقطات سيرينا ويليامز في البطولات المختلفة من أول US اوبن 99 لحد أستراليا اوبن 2017، وحللوا أسلوب لعبها والاختيارات ردة الفعل والسرعة بتاعتها وإلخ. نموذج AI بيحاكي أسلوب كل مرحلة بالاستفادة من أبحاث بيت تو بلاير من جامعة ستانفورد. دربوا شبكة ذكاء اصطناعي كاملة على إعادة إنتاج صورتها وصوتها وحركاتها في كل حقبة. يعني اللي هتشوفه هو سيرينا ويليامز من 17 سنة بتحارب سيرينا ويليامز 35 سنة، وكأنهم بيتحاربوا في الملعب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إنتاج المشهد الافتراضي والبث الحي بعد بناء الموديلات دي، عملوا إنتاج مباراة افتراضية وطوروا عروض جديدة وأعلنوا عن بث مباشر على اليوتيوب وشدوا أكتر من 1.5 مليون متابع في أول ساعة. الهدف والتأثير على صناعة الإعلانات والبيانات دي. الحملة مش بس كانت عرض ممتع، لكن كانت خطوة كبيرة جدا في تحليل البيانات اللاعبين وإظهارها بطريقة مرئية ممتعة. ساعدت خبراء التنس والإعلام يفهموا ويطوروا أسلوب سيرينا ويليامز بديناميكية ما حصلتش قبل كده. مش كل شركة بتقدر تعمل تجربة زي دي، لكن سر النجاح هناك جابت أحدث أساليب الذكاء الاصطناعي حولت أرشيف تاريخي الحلقة تسويقية ملهمة. لو عجبتكم الحكاية دي دوسوا لايك واشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا في الكومنتات ايه اكتر حاجة فاجأتكم في مباراة سيرينا ويليامز. سلام.